اكتر ام بتضر طفلها الام المستعجله. يعني ايه الام المستعجله؟ في مواقف كتير هحكي لكم منهم مثالين ثلاثه. مثلا تلاقي ام مثلا ابنها تم ال10 شهور وما طلعش اسنان، فهي شايفه انه كده متاخر جدا مقارنه باطفال تانيين سننوا بدري، فتروح مثلا تنزل تجيب له كالسيوم وتجيب له مش عارف ايه وحقنه مش عارف ايه اللي تركيزها عالي جدا يضر كليته، مش ليه شايف انه متاخر. لا، هو مش متاخر. والدكتور لو سالتيه هيقول لك ممنوع تقولي طفل متاخر في الاسنان قبل عمر سنه و3 شهور. تلاقي ام مستعجله جدا، ازاي الولد عنده 10 شهور ولا 11 شهر ومش بيقف؟ ازاي الطفل عدى السنه ومش بيمشي؟ ازاي الطفل مش عارف عنده 6 شهور ومش بيقعد؟ انت مش عارفك ان كده متاخر. حكمت منين؟ انت حكمت بالمقارنات مش بالمراجع العلميه. احنا في مواعيد احنا اللي نحكم الطفل اتاخر ولا ما اتاخرش. طيب بلاش الموقف ده، موقف تاني. طفل سخن وكشفت والدكتور قال لها ده التهاب فيروسي مش محتاج مضاد حيوي. لا، ازاي بقى الواد سخن؟ يعني مش هننام النهارده لما السخونيه تروح. انا بقول لك هيقعد 3 ايام سخن، السخونيه هتيجي وتروح 3 4 ايام مفيش اي مشكله هنصبر. لا، ازاي؟ ما ينفعش، لازم السخونيه تنزل النهارده. ولا السخونيه مش حاجه خطيره، اهدي كشفنا واطمنا ان ما عندوش مرض خطير. تروح طالع على دكتور تاني بالبوليكه اللي هي بتبقى عاملاها ومتوتره وعماله تصوت وبتاع. الدكتور التاني للاسف يعني بيحصل المواقف ده حقيقيه بتحصل، حقنه كورتيزون في حقنه مش عارف ايه، فالسخونيه تنزل وهي واقفه. هو اخفى العرض اللي موترها، انما المرض كده كده هياخد وقته، لكن هتاخدي اثار جانبيه من الحقن الكورتيزون دي مع الوقت. فالدكتور التاني بيشتغلك وانت ماده للاشتغالات.